قعدت اجيب طعميه، لقيت القرص الطعميه بقى ب2 جنيه. طب والنبي الواحد كان هيتجنن بصراحه. يعني طب خلوه ب1.5 جنيه، خلوه ب1.25 جنيه. يعني مش عارفه، من جنيه ل2 جنيه مره واحده. قلت لهم ماشي، بلاها طعميه النهارده. جبت نص كيلو فول، هعمله كله طعميه؟ لا مش هعمله كله طعميه، هشيل نصه بصاره ونصه كمان طعميه. حطيته هنا في البوله بتاعتي. الفول ده انا جايباه من عند العطار، نضيفه حلو جدا ومتنقي. هغسله كده غسله مظبوطه مرتين ورا بعض، وهروح جاي نقعه من بالليل. هسيبه كده متغطي وانقعه من بالليل. تمام. هنا بقى يعني عدى عليه بالظبط حوالي 18 ساعه كده. قسمت النص كيلو فول، نصه في البوله دي ونصه في البوله دي. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الفول بتاع الطعميه. معايا هنا حوالي نص راس توم. عايزين تقللوا في التوم حاجه ترجع لكم، بس بيخليها حلوه جدا. ومعايا هنا بصلايه. نحاول نقطع البصلايه صغير علشان ايه تمشي معانا في الخلاط، لان احنا هنعمل الطعميه النهارده في الخلاط مش في الكب، عشان الناس اللي ما عندهاش كب. تمام. معايا ايه دوت كرات. منين بتجيب الكرات ده؟ من عند بتاع الجرجير والكزبره الخضراء. مش موجود خلاص نستغنى عنه خالص ونحط بداله ايه؟ كزبره خضراء. تمام. انا حطيت ده وحطيت ده عشان يديها طعم وريحه. هحط طبعا ايه حوالي نص معلقه ملح صغيره، وشويه كمون، وشويه كزبره ناشفه. تمام كده. هقلب كل المكونات دي في بعضها، وهجيب الخلاط بتاعي. هحط شويه بشويه كده في قلب الخلاط، حبه صغيرين بحبه صغيرين، يعني حوالي ربع الخلاط كده. وهنزل عليه بشويه ميه. حلو كده. هفضل افرم فيهم بقى، افصل الخلاط وافرم وافصل الخلاط وافرم، علشان ايه الخلاط ما يقفش معايا. وان شاء الله مش هيقف معايا، ده هتبقى حلوه زي الفل. دلوقتي هتشوفوها حلوه. الناس بقى الجميله اللي ما تابعتش الصفحه، يا ريت تتابعوا الصفحه وتعملوا لايك واشتراك. انا بحاول بقدر الامكان والله ان انا اجيب لكم حاجات موفره، ونوفر في الغلاء اللي احنا فيه ده. مهم جدا ان احنا بعد ما نفرم الطعميه نروح جايين حاطينها في مصفى، ونحط تحتها حاجه عشان تصفي كل الميه اللي فيها. مهم جدا، باكد على مهم جدا. لو خدت الطعميه بميتها وحطيتيها في الزيت بالشكل ده، الطعميه هتفركش منك في قلب الطاسه. وبالمناسبه تعليق، وانا حاطه البوست بالكتابه عندي في الصفحه امبارح، يمكن هي لو سمعت الفيديو دوت جوزها عمل لها منشن على البوست عشان تعمل له طعميه في قلب البيت. قالت له عملتها قبل كده وباظت مني كذا مره. كتبت لها في التعليق ايه الاسباب اللي بتخليها تبوظ والمفروض هي تعمل ايه. شوفوا الطعميه بتاعتي خلاص ما فيهاش ولا نقطه ميه. هاخد حبه على جنب كده عشان طبعا هنحمرهم مع بعض ونقليهم ونشوف النتيجه بتاعتنا ايه. هحط شويه كربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم، وشويه كمون وشويه كزبره تاني. تمام. بيدوها طعم وريحه جميله جدا وهي بتستوي. هروح جايه بقيه الطعميه بقى مكيساها كده ومفرزاها. هي مش كميه كبيره بس حلوه. يعني بتمن هجيب مثلا علشان افطر ب15 جنيه طعميه انا واسرتي، وكل واحد هشم من ولاد الطعميه؟ لا، انا اعملها في البيت. الزيت غالي، هحط شويه زيت بشويه زيت على قدي، وهصفي الزيت وهرجع اقلي فيه تاني. بس احنا بنعمل كده ليه؟ عشان التحكمات اللي بقت فينا، عشان الناس الغلابة اللي ما بيبقاش عندهم اكل ويقضوا يومهم بفول وطعمية، كمان مش هيعرفوا يقضوا يومهم بفول وطعمية يا جماعة. فالفيديو ده عشان الناس تقدر تعمل اللي في متناول ايديها. تمام. انا عملت هنا الكيسين اهمت ما شاء الله مليانين. ماشي. وفرسته، كل واحد بقى يعمل على قد احتياجه. حطيت الزيت هنا في الطاسة علشان يسخن عبال ايه ما شكل الطعمية. عملتها مدورة كور كده، وعملتها ايه مبططة زي ما انتوا شايفينها كده، وعليها السمسم اكنها جاية من بره. والله العظيم والله العظيم وحياة بناتي ان الطعمية اللي انا عاملاها دي احلى مليون مرة من اللي احنا بنشتريها من بره. على الاقل الزيت هناك مقدوح بدل المرة مليون الف مرة، وبيجيب سرطانات وقرف. استغفر الله العظيم. خلصت هنا كل الكمية، بدأت ان انا اقلب. شوفوا الطعمية شكلها ايه،
والله ريحتها كانت تحفه جدا وهي بتتحمر. تمام. انا حبيت ان انا اسجل الفيديو ده بصوتي، ما اعملهوش بالكتابه، عشان بس في حاجات لازم نفهمها. الطعميه لا بتفك ولا فيها اي حاجه. حتى لو صادفت الظروف الطعميه فكت معاكي، اوعي ترميها، حط عليها بيضه واقليها، هتبقى حلوه وزي الفل. مفيش حاجه عندنا دلوقتي تترمي. شوفي وانا بضغط على الطعميايه هشه من جوه ليه؟ من الكربونات اللي انا حطاه لها. شوفوا زي الفل، مع كام رغيف، مع شويه جرجير، مع طماطم، مع طبق فول. هعمل لكم الفول برضو وهنزل لكم. شوفوا هشه وجميله من جوه ازاي وخضره. مفيش اجمل من كده. مش عارفه ايه ده، ليه بقى نشتري من بره؟ حاجه كده تحفه. وبألف هنا وشفا.